الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوني، معاكم نعمه محمد. النهارده بقى الناس اصحاب اللي بيحبوا الحمضيات كده يجوا في الفيديو ده، لان الفيديو ده هيعجبهم جدا يعني. هنعمل النهارده كيكه ليمون مع صوص الليمون كده، او جليس ليمون. آه، بجد طعم كده بياخدنا حته في تانية خالص، يعني بعيد عن الكيكه اللي احنا بنعملها العاديه يعني. هي طريقتها سهلة ومكوناتها بسيطة. آه وطعمها حلو قوي 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 قوي. طعم الليمون واضح فيها بطريقة غير طبيعية. مع السكر اصلا تحس اللي هو ايه، سويت اند ساور كده، حاجة ليمون، حاجة مسكرة مع حاجة حمضية. بجد تحفة تحفة تحفة. فالناس بتوع الحمضيات اللي بيحبوا الليمون بقى والبرتقال والحاجات دي، الفيديو ده هيعجبهم جدا يعني. آه فاتمنى ان انتوا تجربوا طريقة الكيك دي. بجد اللي ما بيحبش الكيكه هياكلها بالطريقه دي، لانها بتعمل طعمها حلو قوي قوي. انا ما كنتش متخيله ان طعمها يطلع بالجمال والحلاوه دي. بجد انا عملتها. يعني مش قادره اقول لكم ان هي ما استنتش عندي لتاني يوم تقريبا، يعني خلصت وما تبقاش منها حاجه يعني، وانا يا دوبك ما استفدتش منها الا قطعه واحده تقريبا. فيلا بينا نشوف المقادير. هنا انا جبت القالب معانا ودهنته بالزبده، وحطيت فيه، دهنته بالزيت وحطيت فيه ورق زبده. هنجيب بقى ايه؟ بشر ليمونتين، طبعا هيكونوا مغسولين اللي هو. وهنحط كوباية سكر 200 جرام، كوباية بمقدار 200 جرام. وهنحط عليهم 2 بشر ليمونة بمقدار 8 جرام. هنخلط كل المكونات بتاعتنا دي مع بعضها كده، نفضل نقلب في السكر والليمون، في بشر الليمون سوري، على السكر كويس جدا. وهنزل عليهم بنص كوباية من الزبدة اللي هو ما يعادل 120 جرام. انا طبعا هكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصف زي ما احنا ما متعودين. بس اهم حاجه الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه عشان ما تتعبكوش، لان دي كانت جو كمان عشان شتاء، وكانت مجمده شويه، كانت تعبتني جدا يعني، تعبتني قوي. اهم حاجه ان هي تبقى سايحه شويه عن كده كمان يعني. اهم حاجه ما تبقاش في التلاجة. عموما اي كيك بنعمله كل مقاديره وحاجته تكونوا مطلعينها قبلها مثلا بيوم او بثلاث اربع ساعات اقل حاجه. هفضل هنا اخلط السكر مع الزبدة مع بشر الليمون كويس جدا. وهنزل هنا عليهم بمعلقتين من زيت الزيتون. زيت الزيتون ما بيديش اي نكهة فيها على فكرة خالص، بس بيخلي عموما الكيك هش كده واسفنجي يعني، سبونج خالص يعني. نفضل ندوب، اهم حاجة ندوب السكر كويس مع الزبدة. يعني احنا عايزين اقل حاجة مثلا نفضل نقلب فيها بتاع 5 7 8 دقايق كده، فاهمين؟ لغايه بصوا ما اللون الفتح زي ما انتم ما شايفين. جيت هنا جبت بيضتين كبار، لو ما فيش بيضتين كبار والبيض صغير يبقى نحط 3 بيضات. وهنزل ببيضه بيضه، بين كل بيضايه وبيضايه اضرب ضربتين 3 لغايه ما اخلص البيض بتاعنا اللي هو البيضتين. فضلت بقى، انا جبت اشتغلت على فيها بالبلندر اسمه ايه، الهاند بلندر الكهربائي. ونزلت هنا بمعلقتين من عصير الليمون، وهنزل بكوباية ونص من الدقيق اللي هو ما يعادل 187 جرام. سوري، كوباية ونص ما يعادل 187 جرام. بس هنزل لازم يتنخل، وهنزل عليه بمعلقة بيكنج باودر 5 جرام ونص معلقة ملح. وهفضل برضو ادوب ايه، حبة حبة كده الحاجة مع بعض. افضل اخد من تحت لفوق كده، اخد من تحت لفوق زي ما انتم ما شايفين معايا، لغاية ما اخلي العجينة كل المكونات تتجانس مع بعضها. اخد من فوق لتحت، من فوق لتحت، بحركة دائرية واحدة في نفس الاتجاه زي ما انتم ما شايفين بالظبط. وهنزل بقى هنا عليها بنص كوب من الحليب ما يعادل 120 ملي. برضو افضل اقلب. هو عموما هو انا الدقيق معايا خد معايا
نص كوب حليب، هي دي المقادير المظبوطه، امشوا عليها بالمقادير وبالجرامات بجد هتطلع تحفه وسفنجيه وهشه خالص، هتعجبكم جدا يعني. اديتها تقليبتين، ما نكترش في التقليب فيها وهي كده عشان ايه ما نبوظهاش يعني. اديتها كده تقليبتين بالمضرب بتاعنا، وبلمها طبعا من البوله بتاعتي عشان انزل بيها ايه في الطاجن. طبعا بنكون مولعين درجه الفرن على درجه حراره 160، يعني نشغلها كده، نشغل الفرن مع بداية ما بنكون شغالين في الكيكة، يعني أول ما نبتدي نشتغل فيها نشغل الفرن. زي ما انتم ما شايفين كده أنا فضيتها في الطاجن بتاعي وهو متبطن الطاجن ده حجمه صغير، أنا مش عارفة تقريبا حجمه تالي 24 حاجة زي كده. برضه هتأكد لكم المقاس وهكتب لكم في صندوق الوصف. ودخلتها في الرف الأوسط في الفرن على درجة حرارة 160 زي ما انا ما قلت لكم، قعدت من 40 ل50 دقيقة. جبت هنا عملت جليس الليمون ده ازاي، جبت نص كوباية من السكر البودرة اللي هو 50 جرام، وحطيت عليهم معلقتين ليمون اللي هو 30 ملي ليمون. الجليس ده بقى براحتكم يعني، العبوا فيه براحتكم، اللي عايزين تكتروا السكر تقللوه انتوا حرين يعني. وفضلت ادوب فيه لغايه ما بقى ايه ليمون جليس كده، اللي هو جليس الليمون حلو قوي وطعمه بيبقى حلو قوي قوي على الكيكه بصراحه، بيديها طعم ونكهه جميله جدا. بس المفروض نطلع الكيكه بعد ما نطلعها ناخدها من الفرن، نسيبها تبرد تماما وننزل عليها بالجليس ده، وبعد كده نقطعها عشان طبعا ايه انا استعجلت عليها فكانت فرولت مني شويه لما قطعتها عشان اخلص يعني الفيديو ما اطولش عليكم في الفيديو يعني. فاقل حاجه بعد ما تطلعوها من الفرن نسيبها مش اقل من ربع ساعه تاخد تبرد تماما، ونروح نازلين عليها بالجليس بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. بجد وصفه الكيكه دي تحفه، ومع صوص الليمون فوق الرائع. زي ما احنا ما متعودين دايما، تنسونيش في الشير واللايك والسبسكرايب للقناه. باي باي.